إذن أيها الإخوة، الأصولي بشكلانيته بسطحيته الناتجتين عن إطلاقه للنسب يعمل دائما على خلق أدوات وليس على تربية بشر مستقلين واعين مدركين أحرار، على خلق أدوات، ويفعل هذا بوعي ويريده، ولا ينجح كأصولي إلا إذا تم له هذا المراد، إلا إذا تم له هذا المراد، وللأسف وهو يتم في كل الأصوليات، ومن هنا تنبع الكوارث وتتجدد. نحن نحتاج الآن إلى ثقافة قرآنية، وهي ثقافة بفضل الله البشر العقلاء في كل زمان ومكان. وبين قوسين بعض الناس يأخذ علي وعلى غيري وعلى أمثالي أننا نستشهد بالكفار من الرومان واليونان والغربيين والشرقيين والملاحدة. طبعا تعرفوا لماذا؟ أنا أقول لكم نفعل هذا براحة تامة. النبي نفسه عليه السلام كان يستنشد أشعار بعض شعراء الجاهلية ممن أوتوا حكمة كأمية بن أبي السلط الذي عاد النبي وأدركه وكفر برسالته، ولكن هذا لم يمنع النبي من أن يقول آمن شعره وكفر هو. شعر الرجل المؤمن. النبي يقول أنا أدعو إلى هذا، لماذا كفرت به؟ إرادة الهيمنة. كان هو يحلم الرجل أن يكون هو النبي، نبي آخر الزمان. لما طلع مش هو كفر برسول الله، ولكن النبي كان يحب شعره ويستنشد أصحابه هذا الشعر، حتى أنه في حديث في صحيح مسلم استنشد أحد أصحابه 100 بيت على دابة. النبي ركب على دابة يقول له أنشدني من شعر أمية، قال له هذا البيت، قال هي زدني، قال له كذا كذا، قال هي زدني، قال حتى أنشدته 100 بيت. شفتوا 100 بيت؟ والله اليوم لو واحد شيخ يعملها وقاعد في مسجد، شيخ مش محمد بن عبد الله ختام الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، يعملها قاعد وينشدوا له 100 بيت شعر، يقول لك ايش البياخ هذه؟ ايش السخافة في بيت الله؟ شعر 100 بيت قاعد، والقرآن وين؟ والسنة وين؟ والعلم وين؟ لا، هذا النبي أيها الإخوة، النبي. تعرفون لماذا؟ ايش الأساس أيضا لهذا؟ أنا أقول لكم يا إخواني، آخر شيء يمكن أن يزور ايش هو؟ القرآن ممكن أن يزور؟ طبعا، مش حرفه، معناه، صح ولا لا؟ لأنه حرفه الله عصمه وإن له لحافظون. معناه زوروه ولا ما زوروه؟ ياما زوروه، ياما وما زالوا بزوروه وبكذبوا عليه، ولا مش صحيح؟ طبعا. السنة زوروها حرفا ومعنى، يعني حدا ومعنى، لفظا وشرحا، بزوروا كل شيء، بتزور. الكتب المقدسة عند أهل الكتاب، البايبل يقول لك البيبل يعني زور، زور عادي، كل شيء يزور. كتب الهند المقدسة تزوير رهيب فيها. آخر شيء يمكن يزور تعرفون ما هو؟ إنسانيتك. الإنسانية، جوهر الإنسانية اللي الله حطه فيك وحاكمك إليه، وقال بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. تعرف أنت هذا؟ أن تدرك أنك كإنسان عندك القدرة الربانية بالشيء مغروس فيك أن تميز بين القبيح والجميل، بين الحق والباطل، بين الصحيح والغالط. هذه القدرة تنقذك من أن تكون لقمة سائغة لهؤلاء آكلي البشر، أصوليين وغير أصوليين. هذه القدرة فقط لحالها. في كلمة قالها ابن رشد رحمة الله تعالى عليه، سبق بها تنويري أوروبا من الملاحد وغير الملاحد العلمانيين. إيش قال ابن رشد؟ قال لا يمكن أن الله تبارك وتعالى يعطينا عقولا. مين اللي أعطانا العقل إحنا؟ مين اللي أعطانا القدرة على التفكير المنطقي العلمي المرتب، الفهم هذا، الهداية الداخلية، النور الباطني كما سماه ديكارت؟ لا يمكن أن الله يعطينا هذا العقل القادر على الميز، قال، بين الشر والخير، بين الصح والغلط، ثم يكلفنا بشرائع تتناقض مع هذا العقل. يا سلام. لذلك فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، مش من الانفصال. أجى بعد ابن رشد 595 للهجرة، ضيف غاد 6 قرون تقريبا، نشوف بالميلادي. أجى في القرن الثامن عشر 1751 المؤسسان الكبيران للموسوعة الفرنسية، دالامبير ودينيس ديدرو، اللي أسسوا الموسوعة اللي سماها فولتير قال الموسوعة انسايكلوبيديا هي النصب التذكاري لمجد فرنسا. مجد فرنسا الحقيقي طبعا هو قبل الثورة، مش في الثورة، قال ما فيش ثورة، لكن في ماذا؟ في الموسوعة. ماذا يكتب ديدرو ودالامبير في المجلد 13؟ عبارة شهيرة، قولة أصبحت مقبوسة دائمة للمفكرين الأحرار. قال كلاهما: حين يقطع العقل بقرار واضح ويقيني لا يمكن أن يطلب منا
فضلا عن أن نجبر على أن نعتقد بما يضاد هذا القرار الواضح والقطع اليقيني بحجة أن المسألة مسألة إيمان. بيتكلموا عن ايش هم قاعدين؟ بيتكلموا عن الاعتذاريات المسيحية، ترتليان وأتباع ترتليان. يعني إيه؟ إنك أنت بدك تآمن بالشغلات هذه، فهمتها ما فهمتهاش، الفداء، الكفارة، الثالوث، التجسد، القيامة، بأي طريقة يجب أن تؤمن بها. لماذا؟ لأنها أصلا غير معقولة، غير منطقية، غير مفهومة، قضايا إيمان تؤخذ كما هي، ما تدخلش العقل. ديدرو بيتكلم ضد الكلام هذا، ودولمبير. ليش طيب؟ ايش الحجة عندهم؟ اسمعوا الكلام الجميل عادي، كلام ابن رشد هو بس بصيغة أكثر جمالا. قال: لأننا قبل أن نكون مسيحيين نحن بشر. شوف العقل، أنا بشر، لا يمكن تطلب مني أن أتخلى عن عقلي، عن جوهرتي، جوهرة الله في هذه الجوهرة التي يمكن أن أقول هذا نبي أو غير نبي هي أحتكم إليها، ولا مش صحيح؟ هذه الجوهرة التي أحتكم إليها، هل فعلا في إله موجود ولا غير موجود؟ وإذا كان موجود هل يمارس عناية على البشرية ولا متخلي عنهم؟ بالعقل أعرف هذا مش بالنص. فأنت ما تقول ليش بتكفر بحكم العقل، لأن المسألة مسألة إيمانية محضة. قال: أنا قبل أن أكون مسيحيا أنا بشر، أنا إنسان. فإياكم أيها الإخوة احذروا من كل أولئكم الذين يريدون أن تتنازلوا عن إنسانيتكم، عن بشريتكم، عن نسبيتكم وضعفكم أيضا، لكن عن شغفكم بالفهم والمعرفة وتطلب الحقيقة. إياكم يعني بكلمة من الذين يريدون أن تتحولوا إلى أدوات بأيديهم، أدوات للضرب، للحطم، للتكسير، للذبح وإسالة الدماء. إياكم، فأنتم هنا تتخلون عما لا يزور، وهذا يعني أنكم يوم القيامة قطعا هالكون، لأنه لا عذر لكم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أين هؤلاء من كلمة المؤرخ الروماني الكبير بلوتارك، العرب يسمونه فلوتاركس، بلوتارك الذي كتب العظماء، وأنا متأكد هو ما كتب هذا الكتاب إلا لأنه عظيم، قادر على أن يتعامل مع التنوع البشري على أنه إثراء للمشوار البشري. قال بلوتارك: لا أريد صديقا حين أهتز يهتز، حين أميل أميل، حين أتغير يتغير، فظلي يفعل ذلك بشكل أفضل. شوف الإنسان، الناس الأحرار قال: ما بدي تكون زي هيك أنا، وأنا ما بدي تلميذ وما بدي تابع يكون هكذا، لأن ظلي يفعل هذا بشكل أحسن. أريد إنسانا مستقلا، إنسانا مثلي يعاونني وأعاونه على رؤية ماذا؟ الحقائق. أختم عاد بما هو خير، بالقرآن العظيم الذي فاق كل هذه القولات وكل هذه الاتجاهات الحرة. القرآن يا إخواني، وتعلمون جيدا هذا وتعلمن أخواتي، لم يجعل الآبائية عذرا. انك تقول ايه وجدنا ايه عليها آباءنا، قال لك النار. يا الله، انتبه، القرآن ضد أن تتحول إلى أداة، لا بيد التقاليد، لا بيد المجتمع، لا بيد الطائفة، لا بيد المذهب، لا بيد السياسة. يجب أن تكون حرا. أنت مسؤول أمام الله، أنت خليفة الله، أنت مش خليفة الرئيس، مش خليفة الشيخ، مش خليفة القائد، مش خليفة الأيديولوجيا، أنت خليفة الله. انتبه. تقول يا ربي وجدت آبائي على هذا، قال لك جهنم. يا الله، طب وجدنا كبراءنا، مش الأجداد السالفين أنسستر، لا الكبراء يعني صناع الرأي. قال لك إيه صناع الرأي؟ شو آلهة يعني؟ طب يصيبون ويخطئون، أما أدركت أنهم بشر؟ ليه ما كانش عندك ثقة بنفسك أن تزن آراءهم واحتكم إلى النور الداخلي الذي غرسته فيك؟ الإنسان على نفسه بصيرة، فيها إيه؟ بصر، فيها رؤية. أنا غرست فيك نورا كان يمكن أن تحتكم إليه وتعرف أن هذه الفتوى ملغومة ومدعومة ومدفوعة وليست لي، ليست لله. لماذا استجبت لها؟ لأنك تريد أن تستجيب لنوازع الإجرام في نفسك، لنوازع إلغاء الآخر، تريد أن تشفي غيظك من آخرين تكرههم لأسباب أخرى، لكن باسم الدين. جهنم يقول لك، جهنم. إذن الكبراء ليسوا عذرا، الآباء والأجداد ليسوا عذرا. طب المصلحة يا رب، المصلحة مستحيل، عشرات الآيات ما في، ليست عذرا. المصلحة لماذا؟ لأن المصلحة الله يقول لك بيد الله، إن نتبع الهدى معك نتخطف إيه؟ من أرضنا، بتروح مصالحنا، بتضيع تجاراتنا، بتضيع. قال لك أبدا، المصلحة عندي، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تالله يا إخواني، تالله والله وبالله، أقسم بعزة الله، لو أن هذه الأمة، لو أن هذا البشر، لو أن الإنسان من حيث هو إنسان فهم المعنى الحقيقي للإيمان،
لأصبح قوة لا تضارع ولا تنازل ولا يقدر عليها، ولجسد نفسه خليفة حقيقيا لله تبارك وتعالى كما يرضى الله وكما يحب الله. أقسم بالله لا يمكن أن تؤتى ولا يزيف وعيك ولا تهدر إنسانيتك، لا من زاوية المصلحة ولا من زاوية الأيديولوجيا ولا من زاوية الطائفة ولا السياسة ولا الفكر أبدا، كونك ماذا؟ مؤمنا حقيقيا تستهدي بالله، تستعصم بالله وتثق بالله دائما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا رحمة لإخواننا ورحمة للدنيا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين، ولا تجعلنا لعنة ولا تجعلنا عذابا ولا تجعلنا من المرتدين المفتونين الناقصين على أعقابهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.